رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. تصوموا وتفطروا على خير يا رب، وربنا يرجع لنا سوداننا آمن يا رب العالمين، ويوقف الحرب ويحفظ أهلنا ويغطي عليهم يا رب العالمين، وترجع بيوتنا آمنة بإذن الله قريب. رجعت لكم بعد مدة طويلة بفيديو خفيف جدا وسريع لحلا رمضاني بالبيف باستري، سهل التحضير، سهل جدا ولذيذ مع قهوة أو شاي بعد الفطور. يلا نشوف كيف طريقة تحضيره. هحتاج لبيف باستري أي نوع، أنا صراحة بستعمل السنبلة لأنه حلو جدا. أطلعه من الفريزر أخليه يفك، وبعد كده أستعمل حبة حبة. هأدهن بالنوتيلا من الطرف بس، هأدهن كمية كويسة. ممكن نستعمل أي حشوة احنا عايزينها بدل النوتيلا. بعد كده هقفلها كويس. ممكن بدل النوتيلا تفاح مع قرفة مثلا. بعد ما قفلتها كويس هعمل فتحات كده بالسكينة 3-4 فتحات، وبعد كده هغمسها في حليب، وبعد الحليب سكر، وبس. هي كده جاهزة معانا عشان تدخل الفرن. هنزلها في صينية الفرن عليها ورق زبدة، وادخلها فرن مفتوح من فوق وتحت على درجة حرارة 200 لمدة من 12 ل 15 دقيقة لغاية ما تتحمر معانا، يعني نخليها تحت المراقبة. وبس كده حلانا جاهز مع قهوتنا. جربوها حتحبوها إن شاء الله، وانتظروني في فيديو جديد خفيف وسريع. مع السلامة، في أمان الله.